تعالوا بينا يلا نشوف اسعار زمان كانت عامله ازاي. هو كان في فلوس زمان في مصر القديمه؟ ايه فلوس؟ انا ما عنديش فلوس. ايه فلوس دي؟ طبعا ما كانش في حاجه اسمها فلوس، كان في نظام اسمه نظام المقايضه، يعني سلعه قدام سلعه، خدمه قدام سلعه، وهي ماشيه. طب هتسالني هل طول ال 3000 سنه كانوا ماشيين بنفس النظام؟ طبعا لا، كان في مراحل مختلفة وأنظمة مختلفة في التعامل. مثلا في عصر الدولة القديمة كان في وحدة قياس اسمها شعر، دي عبارة عن وحدة معدنية من الذهب أو من النحاس، وكانت بتعتبر مقياس يتقاس بيه الحاجة. كان الشاعر يساوي 7.5 جرام ذهب. أما في عصر الدولة الوسطى فظهر حاجة اسمها الدبن، والدبن كان بيساوي 91 جرام، والدبن الواحد كان بيساوي 12 شعرة. أما في عصر الدولة الحديثة فكان في حاجة اسمها كيلو وبتساوي 9 جرام ذهب. تعالوا بقى نشوف لستة الأسعار اللي أنا جايبها لكم النهاردة. كاسة زيت السمسم كانت بدبن، خمرة ب2 دبن، وكيس سلة الشعير من 1 ل2 دبن. أما بقى لو هتشتري حمار هيكون على حسب حالته، يعني سعره يعمل من 25 ل 40 دبن. بقرة كانت ب50 دبن، البطة نص دبن، حاوية بيرة 25 لتر من 1 ل2 دبن، حزمة الخضار بنص دبن، الفستان من 4 ل5 دبن. أما بقى لو هتشتري سكيرت 15 دبن.